نورم المهرج ومع كلبه بادي اللي هو بطل فيلمنا. نورم في حفلة عيد ميلاد وبيفشل في تقديم عروض للأطفال، وكلبه بيبصله كأنه بيقوله أنت فاشل وملكش فيها بربع جنيه. وبيجي دور الكلب وبيقدم عرض حلو وبيعجب الأطفال، وبيرفع بالونة فنورم بيتخض وبيقع، فبيتعصب على بادي فبيطلع يجري وراه، فبيقع على التورتة وبيعمل فوضى في المكان، وطبيعي هتطرده صاحبة الحفلة. فهيمشي وهو بيزعق لبادي وبيحطه في صندوق في عربيته القديمة وبيقوله إنه زهق منه وإنه هيوديه مأوى للكلاب. وهو ماشي بالعربية على الطريق الصندوق هيقع وهتيجي عربية تانية تخبطه فيتفتح ويخرج منه بادي، فهيبص ويضحك للطفل جو اللي في العربية وأمه جاكي وأخته سالي، بس جاكي مش هتهتم وهتمشي. هتروح بيتها الجديد اللي أجرته بعد ما جوزها مات. جو هيرتب حاجته وهيمسك الجورنان اللي فيه خبر موت باباه اللي كان شغال طيار وهيكون زعلان جدا. في نفس الوقت ما ننساش بادي اللي بيبات أول مرة في الشارع. تاني يوم هتروح جاكي تقدم لجو في المدرسة وبتشترك ليه في حصص الموسيقى، بس هيفشل ومش هيلاقي نفسه فيها، بس هيتفرج على الولاد اللي بيلعبوا سلة في المدرسة وهيفتكر باباه لما كان بيدربه. هيمشي جو علشان يروح البيت فهيلاقي بيت قديم وفيه ملعب كرة سلة مهجور، فهيستغل الفرصة وهيخرج كورته ويلعب. وهو بيلعب الكرة هتدخل بين الشجر، هيروح يجيبها هيلاقيها بتتحدف له، هيستغرب ويقرب أكتر، هيلاقي حتة قماشة هياخدها ويروح. تاني يوم هيروح المدرسة وهيبدأ يروح تدريب كرة السلة، بس الولاد هناك هيتريقوا عليه وعلى كورته. بعد شوية هيطلب منهم المدرب إنهم ينزلوا يلعبوا علشان يشوف لعبهم، فجو مش هيتحرك. وبعد التمرين المدرب هيقف يتكلم معاه وهيعرف إنه جديد في المدرسة، فهيعينه مدير للفرقة من غير ما ياخد رأيه. بعد المدرسة هيروح تاني الملعب المهجور ويدرب نفسه، فهيظهر ليه بادي بس هيكون خايف، فجو هيحط له أكل على جنب، وفعلا بادي هياكل من كتر جوعه وهيحاول يطمنه بس بادي هيخاف. تاني يوم هيروح جو للملعب تاني وهيكون معاه أكل كتير، هيبتدي يحطه علشان بادي يظهر، وفعلا بادي هيخرج من بين الشجر. ولما جو يبدأ يحرك الكورة عيون بادي هتكون بص عليها فهيحدفها، فبادي هيلعبها له. فهيفهم جو إن كلب ذكي وإنه نفس الكلب اللي مامته خبطته، هيقرب منه ويطمنه، وبادي المرة دي مش هيخاف. وهنا جو لقى صديق ليه بدل الوحدة اللي عايشها بسبب أصحابه المتنمرين، هياخده معاه البيت وهياخده يحميه، وهيواجه مشكلة في إنه مش عارف يشيله ويحطه في البانيو، فهيحدف فيه الكورة فهينط بادي فيه وهيبدأ ينضفه ويغسل له أسنانه. لما مامته تيجي هيفضل يكلمها فهتحس إنه مش طبيعي. في نفس الوقت بادي هيحرك الكورة فهتخبط في السلم اللي عليه الدهان والدنيا هتبوظ وهتبقى مهلبية. مامته هتتعصب وهتطلب منه إنه يعمل إعلان عشان يلاقوا صاحب الكلب، بس بادي هيشيل الإعلانات من على الشجر في الشارع. هيجي في بال جو فكرة وهيجيب كرتونة وهيعملها بيت لبادي في الجنينة، وهيعرض على مامته إنهم يسيبوا بادي لحد الكريسماس، ولو ما لقوش صاحب ليه يودوه ملجأ للكلاب. فمامته هتوافق بشرط إنه ما يدخلش البيت، بس بادي هيسمع كلامهم وهيبقى حزين، فهيطلع ينام تحت سرير جو. وتاني يوم الصبح هيشوف بتاع الجرايد وهو بيحط جورنان قدام البيت، فهينزل بادي بسرعة ويخبيه علشان خايف لا جاكي تضربه بيه زي نورم. وفي يوم جاكي هتعمل بيتزا وهتدي قطعة لجو، فبادي هيشم ريحتها وهيطلع لجو من الشباك وهينط ياكل البيتزا، فجاكي هتحس بدوشة وهتطلع فوق تشوف فيه ايه، بس جو هيخبي بادي بالبطانية. وهناك في تدريب السلة في المدرسة هنلاقي إن دور جو كمدير الفريق هو إنه يجهز الملعب وينفخ الكور وياخد هدوم اللعيبة علشان تتغسل. وهناك هيشوف عامل الصيانة آرثر اللي جو بيشبه عليه، وهيسأل جو هو ليه مستحمل كل ده، فهيجاوبه بإنه بيحب كرة السلة. وفي تاني يوم برضو جاكي مش هتلاقي الجرنان الصبح لأن بادي هيكون صحي قبلها وخباه. جو هيدور بين صور لعيبة كرة السلة المشهورين وهيلاقي صورة آرثر وهو صغير، وهيروح يوريها لآرثر بس هو هيقوله إن اللاعب ده مات من زمان. هيرجع البيت يدور على بادي ومش هيلاقيه، وهينزل تحت وبيشوفه قاعد جنب مامته وبتقدمهوله هدية في الكريسماس، فهيفهم إنه كده خلاص بقى كلبه وهيفضل معاه طول الوقت. وفي يوم هيوصل المدرسة هيلاقي في الدولاب بتاعه دعوة لأداء تدريبات كرة السلة، بس زمايله كالعادة هيتريقوا عليه، فهيزعل ويروح مع بادي الملعب المهجور وبيحكي له إن لو بابا كان موجود كان دربه وقدر يدخل المسابقة.
وبعدين بادي هيمسك الكورة ببقه وهيشد جو علشان يقوم يلعب، بس جو مش هيكون عايز يلعب، فبادي هيحدف الكورة وهيتفاجئ جو إنها هتدخل الشبكة وهيقوم يلعبوا سوا وهيكونوا مبسوطين. وتاني يوم هيروح جو الاختبارات والمدرب هيقوله إن أكيد الدعوة دي جاتلك بالغلط، بس جو هيطلب منه إنه يختبره ويجرب، فالمدرب هيوافق وهيتفاجئ من شطارته، ونتيجة للعبه الجامد هينضم للفريق. ويجي يوم أول مباراة ليه وجاكي هتكون موجودة وبتشجعه. بادي هيلاقي البيت ضلمة فهيعرف إنهم مش موجودين، فهيقرر إنه يروح يشجع صاحبه. بادي طول عمره صاحب صاحبه، فهيروح وهيقعد تحت ترابيزة، ولما يشوف جو بيلعب هيفكر إنه بيلعب معاه، فيطلع يجري على الكورة والفرقة كلها هتجري وراه، والكورة هتخبط في دماغ الحكم فيقع وهتحصل فوضى مش طبيعية. بس الحلو إن بادي هيرمي الكرة في الشبكة وهينبهر بيه كل الموجودين. وبعد المباراة مديرة المدرسة هتتكلم مع جو وهتمدح في بادي، والمدرب هيطرد بسبب إنه كان بيعاقب لاعب بطريقة مش حلوة، موقفه وبيرميه بالكور واللاعب بيعيط. وقتها جو هيعرض على المديرة إن أرثر هو اللي يدربهم، والمديرة هتوافق. ومع كل تدريب هيكون بادي قاعد بيراقبهم وبيتعلم. ويوم المباراة فريق أرثر هيلعبوا حلو قوي، والمديرة هتشيد بجو بادي وهيسموهم إيرباد وهيعتبروه تميمة الحظ للفريق. وفريق أرثر هيفوز وهتبدأ الصحافة تكتب عن الكلب المعجزة، وهيستمر أرثر في تدريب جو بادي، والفريق بتاعهم هيتأهل لنهايات بطولة الولاية. ولسه لحد دلوقتي بادي بيخبي الجرايد وجاكي هتتجنن، وعلاقة جو بادي هتقوى أكتر وأكتر، والتلفزيون هيقدم فقرة لبادي وجو وهيعلنوا عن ميعاد المباراة النهائية. بس مين بقى اللي هيشوف العرض ده؟ نورم. وجاكي بقى بتزرع شجرة جديدة في الجنينة، هتلاقي الجرايد مدفونة وهتضحك لأنها فهمت إن بادي هو اللي مخبيهم. وهيوصل نورم ومعاه صورة مع بادي وأوراق ملكيته وهياخده، وبادي وجو هيقاوموا وجو هيعيط جدا، فجاكي هتعرض عليه فلوس بس هو مش هيوافق. وتاني يوم هيروح جو للملعب المهجور وهيحط أكل هناك علشان لو بادي رجع يلاقي أكل في مشهد مؤثر، ولما يرجع بالليل هيلاقي الأكل زي ما هو. تاني يوم هيكون يوم المباراة، فجو هيقرر إنه يروح لبادي وهيشوفه، وبادي هيفرح جدا بس هيكون مربوط بسلسلة. هيحاول جو يفكه ومش هيكون عارف في اللحظة دي هيشوفه نورم اللي هيكون بيتكلم في التليفون علشان يشغل بادي في الإعلانات. هيطلع يجري علشان يمسك جو، فالحنفية اللي مربوطة فيها السلسلة هتتكسر وهيتزحلق نورم وهيقع. بادي وجو هيطلعوا يجروا، هيجي يركب نورم عربيته القديمة فبابها هيتكسر، وهو ماشي بيها على الطريق هيخبط في حاجات فالعربية هتتكسر والموتور هيقع وهيقع هو شخصيا في المية. أما جو بادي هيعدوا الناحية التانية من الجزيرة، وجو هيقرر يسيب بادي هناك علشان يحميه من نورم، وعلى أمل إن ناس تانية هتلاقيه وهيحبوه لأنه كلب ذكي. وهيحدف الكرة بعيد، فبادي هيجري وراها وجو هيجري ويركب المركب. بادي هيسيب الكورة وهيجري ورا جو وهينزل المية، بس برضو مش هيلحقوا. بالليل أرثر هيبلغهم إن زميلهم تعبان وهيلعبوا ناقصين واحد، وهيحمسهم وهينزلوا يلعبوا، بس الفريق المنافس هيكون بيلعب أحسن وهيكونوا سابقينهم ب10 نقط. في الاستراحة أرثر هيمدح فيهم وهيحمسهم، بس الدنيا هتلطش معاهم سيكا، زميلهم هيطرد وواحد تاني هيتصاب. جو قال لأرثر كده كده إحنا هنخسر، ده إحنا بقينا 4، بس بادي هيفاجئهم ويدخل عليهم ويجري على جو يحضنه والناس كلها بتسقف. فجو هيلبس بادي لبس الفريق علشان يلعب معاهم، بس هيجي مدرب الفريق المنافس يقف زي الشوكة في الزور ويعترض، فأرثر هيقول إن بادي مسجل معاهم في الفريق وكان بيحضر كل التدريبات، والحكام هيتأكدوا من كده. وبما إنه مفيش أي قانون في اللعبة بيمنع مشاركة بادي، فبادي هيشارك ويلعب وهيسجل أهداف كتير لحد ما يقربوا من الفريق التاني، وهيحصل خطأ على الفريق التاني فبادي هو اللي هيسجل جون ورا التاني. وفي آخر رمية جو هيكون متوتر، بس بادي هيبصله ويضحك فهيسجل ويفوزوا بالمباراة. وهيجي نورم يقطع عليهم اللحظة السعيدة دي وهيطالب بأشياء. أين أشيائي؟ أين أشيائي؟ جو هيرفض إنه يديله بادي، فنورم هيخرج أوراق الملكية من جيبه، بس هتكون اتبلت من المية. معلش يا نورم اشرب ميتها. بس نورم هيرفع عليهم قضية، وطبعا القاضي هيستغرب من القضية دي. جو هيوصف مأساة بادي وإنه كان من غير أكل ولا مية، وإنه كان بيعذبه، علشان كده بادي مش بيحب نورم
ونورم بيجادل، فأرثر هيعرض إنه ليه مش الكلب اللي يختار صاحبه. فالقاضي هتعجبه الفكرة، هيقف نورم في جهة وجو في جهة، وناس كتير واقفين بيشوفوا المشهد ده. بادي هيجري على نورم بس علشان يزقه، وهيجري على جو علشان يحضنه. فالقاضي هيحكم لجو بالوصاية على بادي. نورم هيعترض على حكم القاضي فهيتسجن، وبكده احنا محتاجين نوديله عيش وحلاوة، ولا أقولك خسارة فيه. وهيخلص فيلمنا على بادي وهو عايش مع صاحبه اللي بيحبه وبيهتم بيه.